في فيديو النهارده اعرفك ازاي تقدر تجيب عقد الترشيح في باكج نجوم الاسبوع، وكمان هتكلم على جميع احداث واحتفاليات يوم الخميس. بس في الاول، لو انت نفسك توصل الى ديفيجن 1 عشان تاخد اوباميانج، كل اللي عليك تواصل معايا على التلي، وطريقه التواصل معايا هتلاقيها موجوده في الوصف. يلا بينا ندخل على الفيديو النهارده اقول لك ازاي تقدر تجيب عقد الترشيح لباكج نجوم الاسبوع. كنا ما فاجئتنا النهارده يا شباب ونزلت حمله ال 900 مليون داونلود، وزي ما انتم شايفين هناخد هدايا كتير. ولو دخلنا هنا هنلاحظ ان في مجموعه من الهدايا دي عباره عن ماتشات هتخلصها ومهمات، وهتستلم الهدايا دي، ونص الهدايا هتتفتح اول اسبوع، ونص الهدايا التاني هيتفتح بعد اسبوع تاني. تمام. هتكون تقريبا لمدة يعني اكتر من 3 اسابيع، يعني الحملة 3 اسابيع مكملة معانا. وطبعا زي ما انتم شايفين في كمان هنا ادي المهمات اللي انت هتقدر تخلصها عشان تقدر تستلم الهدايا. تمام. بالنسبة بقى هنا لعقد الترشيح اللي انت هتقدر تستلم عليه، فهنا المفاجأة كونامي غيرت الموضوع خالص، مش طالبة منك تعمل مهمات ولا تعمل اي حاجة. كل المطلوب منك ان انت تعمل تفتيح في الباكج ده وهتحصل على اللاعب في الباكج على طول. يعني مطلوب ان انت تعمل تفتيح في الباكج الاولاني هيجي لك عقد الترشيح. وبتمنى ان يكون الموضوع ده بشكل مستمر، ان انا اعمل تفتيح واللاعب اللي ما يجيليش، يعني انا بدخل اصلا باكج نجوم الاسبوع عشان اعمل تفتيح على الباك عشان لاعب معين، فلو ما جاليش مثلا في الثلاث فتحات يديني عقد ترشيح اختار اللاعب. هتبقى حركه كويسه، ممكن تمشي النظام ده لمده الثلاث اسابيع في الثلاث باكجات اللي جايين. ممكن تمشي الموضوع ده عشان ده اخره الاسبوع ده، زي ما انتم شايفين 6 ايام بس ماشي مع الباكج ده. فالباكج اللي جاي ممكن ينزل برضه باكج نجوم اسبوع هيكون ليه عقد ترشيح هو كمان، ويا ريت يستمر على طول، مش الثلاث باكجات للثلاث اسابيع. تمام. كمان كنا من النهارده بتفاجئنا بحزمه برشلونه، فتعالوا مع بعض ندخل نشوف كده تفاصيل الحزمه، ونشوف كده المدرب هل يستحق ان انت تجيبه ولا لا، ونشوف ايه الربط ما بينهم. طبعا حزمه برشلونه ب 1500، فخد بالك مش 750. كمان بيدرب زي ما انتم شايفين كويك كونتر بقوه 88، بوزيشن جيم ب 89، فكويس جدا. يعني بيديك افضل اسلوبين، عندك بيدي واحدة في التمرير القصير، واحدة في المراوغة. تمام. زي ما انت شايف كده هنا بيباصي الكورة، محتاج ان انت عشان تعمل ربط محتاج لاعب ام اف في اسلوب صنع لعب اللي هو كرييتيف بلاي ميكر، الابداع في صنع لعب، واللاعب التاني ال ام اف او ار ام اف في هول بلاير، وبتقدر تباصي من الجناح للجناح. خد بالك شايف النظام. انا شايف الموضوع هيبقى صعب شوية، بس هتقضيها السرو لوب باين عليك. نفس الفكرة برضو سرولوب بس من بعد المنطقة، يعني بعد ما تعدي نص الملعب بتاعك. والله انا شايف مدرب كويس لو انت بتحب تلعب استحواذ، وشايفه برضو كويس لو انت بتلعب كويك كونتر، لكن الربط بتاعه لسه برضو ما شفناش ايه الدنيا هتحصل بالظبط. تمام. فدي اضافة كويسة وجديدة. كنا من النهارده اضافة الهدايا زي ما انتم شايفين، هدايا مش كويسة قوي ومش احسن حاجة، ولكن ده الموجود وده المتاح، ومعاك كمان ليفا هتاخده في الهدايا المجانية. وبس كده، كان فيديو على السريع اقول لك احداث النهارده